السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله الأخت ديالي هي اللي غادا تقدم لكم واحد الطبق اللي كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ بزاف. أنا متأكدة إن شاء الله غادا تجربوه ما تبقاوش تستغناو عليه. وفي اخر هذا الفيديو غادي نخلي لكم بعض الصور ديال الطبيعه ديال واحد الفيلاج اللي قريب للمدينه اللي سكنت فيها الاخت ديالي، يعني غير لمده 6 اشهر من بعد غادا ترجع حدايا ان شاء الله. وهنايا الدجاج اللي كنا جبناه في الليل وغسلناه وبيتناه في الحامض والبرتقال والملح كيف العاده، ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم امينه. وعليكم السلام. اش كتوجدي لينا اليوم غنديرو في الدجاج في الفران؟ هذا شنو هو هذا اللي تتقطعي؟ هذه زعتره لوطه. هنا كنحيد غير الوريقات الخضرين. هنا عندنا 2 حبات ديال البصله، اييه، معلقه كبيره ديال الكركم، اييه، خرقوم البلدي، معلقه كبيره ديال قزبر يابس اللي حمرته شويه، سخنته شويه فوق البوطه. عندنا معلقه ديال العسل، معلقه صغيره عسل ياك. عندنا هنايا شويه ديال سكينجبير، الزنجبيل الطري، ما تكونش 3 سنتيمتر. فوالا سي 3 ديال سنتيمتر. هنا عندنا هذه اختياري، يعني اللي عنده يقدر يديرها. لو بيمون ديسبوليت الا ما كايناش نقدروا نديروا الهريسه عاديه. هنا درت المعلقه كبيره ديال الهريسه ما حارش بزاف، معلقه ديال التحميره كبيره، معلقه كبيره ديال التحميره. هنا عندنا راس ديال الثومه راس كامل، وهنا عندنا حبه ديال الحامض مصير الجلده ديالو، وهنا معلقه ديال الملحه اللي كتبقى اختياري، كل واحد يدير القياس ديالو على حسب الذوق. هنا زعتره، الزعتره ذكرناه في الاول. صافي دابا هادشي كله غتجمعيه مع بعضياته. اييه، وغنزيد معاه هاد العنصر اللي عزيز عليك اللي سانكبي، هذا حتى هو كيبقى اختياري. لو بغينا نزيدوه اللي ما بغاش يقدر يزيد غير البزار عادي. كيتباع بحال هكا، سينو انا كنشريه ديال العبار، كيتباع غير يعني كيتباع الكيلو. كاينين بزاف الانواع، تقدري تشريه هكا، تقدري تشريه بالعبار، تقدري تشريه مفرق لان كاينين 5 ديال الانواع. حتى انا عندي مفرق. تقدري تشري الغوص، وكل واحد وشنو كيبغي. انا كيعجبوني مجموعين لان كيعطيو نكهه زوينه. المكونات ديالها هذا كيكون فيها داك الفلفل الاخضر، فلفل الروز، اييه، الاسود والابيض، نعم، وحتى كيكون فيه حتى القزبر. اييه صح، حتى هو القزبر حتى هو كاين. صافي هادشي كله غتزيدي هنا شويه. شحال تقريبا؟ شي معلقه صغيره ولا شحال تقريبا؟ غير راس المعلقه. هادشي كله غطحنيه، ما غديريش الكمون؟ لا، نطحن غير هادشي وندير نعمر به الدجاج ديالي. تشرملي بيه الدجاج. نطحنوا هاد التوابل، هاد المكونات كامله، ونعاودوا نطلقوا ان شاء الله. دونك امينه هنايا شرملتي الدجاج. صافي شرملناه بالتوابل اللي طحنا من قبل. زيدنا شويه ديال الشرموله اللي غادي نخلطوها مع الحشوه. هي باش غتعمريه؟ غنعمروه هنايا. هادشي ديجا فيه الملحه وكلشي، التوابل اللي خاصينا. هنا عندنا البطاطا الحلوه قطعناها طريفات صغار هكذا، نعم، باش يجيو باش دغيا تذوب، لان البطاطا الحلوه كدغيا كطيب. هنا عندنا الزيتون الاحمر، تقدروا ديروا زيتون خضار، زيتون كحل اللي بغيتو على حسب الذوق. وهنا اللوز حمرناه شويه في الفران وقطعناه صغيور باش يجينا داك قرمشه في الدجاج في الحشوه كيجي زوين. داكور. اييه، ودابا غادا نسيتي هذا، نسيتي القزبر مطحون مقطع. هنا القزبر قطعاته هنايا. القزبر حتى هو. اييه، غادي نزيدوه مع الحشوه. يلا بسم الله. تقريبا ربطه هنا اللي قطعتي قبيله. اييه، دابا غتزيدي البطاطس الحلوه، الزيتون مقطع، اللوز. هنا نقدروا نديروا اللوز، نديروا الوازير. هنا شحال تكون؟ تقريبا شي 150 غرام تقريبا. ضروري نحمروها شويه ياك باش يجي داك اللوغو زوين ديال اللوز. نخلطوا
اول مره كنشوف هكا حشوه تكون ما طيباش. عاده ديما كتكون الحشوه طيبه، ولكن حيت البطاطا الحلوه دغيا كطيب ما نقدروش دابا نديروا البطاطا العاديه، يعني نقطعوها هكا طريفات الا غتبقى خضراء. نطيبوها من قبل، نطيبوها شويه على البوطه. بغينا نديروا البطاطا البيضاء العاديه، هذيك عاوتاني مقادير ديالها بوحدها. هذه حلوه كتواتى مع الحموضيه ديال الزيتون اللي درتي ياكي، والقرمشه ديال اللوز. تبارك الله عليك، حشوه زوينه. صافي دابا نعمروا بها ياكي تعمري. غنعمروا بها الدجاج ونرجعوا من بعد نوريكم النتيجه ان شاء الله. بالنسبه للملحه ما زادتش شويه ديال الملحه، لان الزيتون شويه مالح، داكشي باش ما زادش الملح. فوق الملوحه ديالو داكشي علاش واحد ما تعمري ما تعمريهمش بزاف ياكي، غير شويه باش نقدروا نسدوها. داكشي ما يخرجش لينا من الدجاج. بهاد الحشوه اللي درتي تقريبا شحال من البطاطا؟ شي 4 هكذا ياكي؟ درت 3 3 يعني تقسميها على 4. انت عندك 4 ديال الدجاجات ياكي؟ 4 ديال 3 ديال البطاطات، يعني ماشي كبارين. المهم صافي ياك. ولا غادي نسدو الدجاج ديالنا. غنكمل الدجاج ديالي في الطعمه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. امينه عمرتي الدجاج؟ انا ساليت بالحشو ديال الدجاج ديالي. ونسيت ما قلتش لكم باللي ملي تدخل شرموله الا بغيتو الشرموله تدخل في الدجاج، شفتو هنا الصدر اللي كيكون بعض المرات كيجي ناشف. هنا غنديرو كنحيدو الجلده ديالو وكنفيحوه هكا وكندخلو الشرموله لداخل وهاد القضيه راه مزيان ويجي بنين. القضيه ضروري ما يجي لذيذ. حتى الصدر ديالو هذا صغيور، هذا الدجاج هذا صغيورات. وصافي دابا غتغطيه ياكي؟ دابا غنغطيه وندخلو الفران ان شاء الله يطيب. ان شاء الله. هنا درت ملي جمعت الدجاج ديالي درت شويه دهنتو بشويه ديال الزبده باش ما يجيش ناشف. دابا صافي غتغطيه وتدخليه الفران. ندخلو الفران ان شاء الله. شنو كديري هنا امينه؟ هنا غنوجدو باش نرافقوا الدجاج ديالنا غادي نصايبوا لي سيغار. هادي دابا كنصايب الحشوه ديال لي سيغار. اي فيكو عمرنا الدجاج بالبطاطا الحلوه، حتى لي سيغار غنديرو فيهم البطاطا الحلوه ان شاء الله. انا درت البصله ديالي كتشحر، مع شويه ديال حبات ديال البصله مع شويه ديال زيت العود ومليحه زيت الزيتون. وهنا قطعت البطاطا الحلوه ديالي حتى هي قطع صغار وغنوريكم الطريقه ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله. ان شاء الله. هنا زدت البطاطا الحلوه ديالي وغنخليها تذبل شويه مع البصله ونرجع نوريكم الباقي الوصفه ان شاء الله. ان شاء الله. امينه فين وصلتي؟ هنا من بعد مرور 4 دقائق على البطاطا الحلوه زدت لي زيبينار السبانخ وزدت الحامض المصير. شحال ديال الحامض المصير؟ تقريبا نص وحده. دبلات لك هنايا امينه السبانخ. غنزيدوا القزبر والمعدنوس. غير كنشوفوها دبال صافي كنزيدوا باقي العناصر. وهنا غادي نزيد الزنجبيل طري والثومه. صافي غتخليهم دابا يتشحروا. من بعد عاد غتضيفي التوابل اللي غتستعملي امينه. هنا غندير الكركم، دونك هنا نص معلقه تقريبا. غنديروا معلقه ديال الهريسه. والملحه كنت ديجا درتها. صافي دابا غتشحري كلشي. نشحر كلشي صافي وغتخليها تبرد ياكي. شنو غتوجدي هنا امينه؟ هنا غنوجد واحد الصلصه باش غادي ندهن الدجاج باش يجي لونو زوين والمذاق حتى هو زوين. هنا عندي صلصه ديال الطماطم وهنا معلقه ديال الهريسه والزبده. الهريسه الا كانت عندكم حاره بزاف يستعملوا شنو يقدروا يستعملوا؟ فلفله حمراء. ممكن تستعملوا فلفله حمراء مشويه ومطحونه. هنا غنزيدو حتى الليمون اللي كنت عصرته، عصير الليمون نصف. هذه دابا غتخلي هادشي كله يتشحر
يتشحر حتى يولي بحال الزبده، يولي بحال الكريم. داكوغ يلا. اش بقى لك هنا امينه؟ هنا زدنا سكينجبير طري، اييه، وغنزيدو معلقه ديال العسل. ديال العسل. هذا العسل ديال الدكاسيا ياك؟ ديال الدكاسيا. داكاسيا. المهم اي عسل توفرتوا عليه ماشي مشكل. هذا كيكون المذاق ديالو ما مجهدش. صافي مني ضفتي المكونات كامله امينه شنو غديري؟ وغنزيد نشحرو شويه ونطفي عليه باش العسل ما يتحرقش ليا ان شاء الله. هنا هذه الصلصه ديال اللي طاب فيها الدجاج، اللي بغى يصفيها يقدر يصفيها. انا غنخليها هكذا وغادي نشفها حتى تعقد شويه، ونقدروا نستعملوها ونديروها نحطوها مع الدجاج ديالنا ان شاء الله. هنا هذه الحشوه ديال البريوات اللي حضرت، وانا زدت عليها اللوز مهرمش. غادي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، وغادي نعمر بها البريوات ديالي ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، هذا الشيء كيشهي تبارك الله. هنا دهنتيه قبل ما تدخليه الفران ياك؟ دهنتيه بهذيك الصلصه اللي وجدتي؟ دهنتو بهذيك الصلصه كامل ودخلته الفران باش يعطي هذا اللون. هذا هو الهدف اللي كنا بغيناه، هو ان يكون هذا اللون الاحمر، يكون هذا اللون مشهي حتى المذاق حتى المذاق الريحه حتى هي غزاله تبارك الله. داكشي زوين. دابا ندخلوا البريوات يتحمروا ومن بعد انا نوريكم الريزولطا ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك امينه، هذا الشيء كيشهي. الله يبارك فيك. نسينا قبيله على الزنجلان. غير يخرج من الفران نديرو نرشوه بجنجلان باش يلصق، يكون محمر ياك؟ تبارك الله عليك، شكرا بزاف، الله يجازيك بخير. الصحه والراحه.